وعدوني ضيوفي ثالث يوم العيد يجوا يعيدوا علي. بما أنه كنا عم نحكي إنه مالين كتير من أكل الدسم واللحمة والدجاج، فقررت إني أعمل لهم أكلات بالزيت وأكلات نباتية صحية وطيبة وخفيفة على المعدة. وأول شغلة بلشت فيها عملت تتبيلة اليالنجي. هي أطيب تتبيلة يالنجي بتجربوها. بتحطوا زيت الزيتون والبصل بتدبلوه مع معلقة دبس بندورة، وأنا بحب أحط الفليفلة والبندورة المهروسة والبهارات. وأهم خطوة إني بنزل الرز فوق الصوص وبخليه يتقلب تقليبتين و5 دقايق على النار، بطفي تحته وبشيله، وبعدها بضيف له دبس الرمان والبقدونس. كتير هالطريقة لقيتها طيبة وعجبتني كتير على الطبخ. طبعا بطبخ اليالنجي بطنجرة الضغط وبتركه بقلب المرقة تبعه ساعتين 3، وبتقدروا تطبخوه من قبل بيوم كمان. وبالنسبة للحراب إصبعه اللي هي من الأكلات الشامية العتيقة، أنا غسلت العدس وسلقته نص سلقة، وبعدها نزلت فوقه العجين وقليت بزيت الزيتون البصل والخبز والثوم والكزبرة، وزبطت الحمض والملح على الدواء. أما بالنسبة لصحون التقديم فهدول أخذتهم من تيمو بيحافظوا على الحرارة. ضل الأكل حوالي نص ساعة وهو عم يغلي غليان. ضيوفي ما عجبهم الأكل وكتير زعلوا، قال ما في لا قدروا لا قيمة لأنه الأكل بلا لحمة وبلا دجاج. فبدي أعرف إذا أنتم انعزمتوا على هيك عزيمة بتضربوا ولا بتهربوا؟